ازاي مواطن يا فقير يا منتن يا معفن يا مجربع يا بخيل يا اللي مش لاقي اللضا مش عايز تسكن في زيت بارك؟ يعني انت فاهمني بقى، تمام؟ خلينا نتفاهم كده مع بعضينا، تمام؟ انت ازاي مش عايز تسكن في زيت بارك في الشيخ زايد بمقدم 10 مليون بس؟ يا راجل دي فرصه لا تعوق، 10 مليون بس يعني ده بتاكلهم في اكل الطعميه، بتشرب بهم كوبايتين شاي على الجو، يعني مبلغ تافه، مبلغ تافه اصلا. عجبك زيت بارك؟ اسكن في مدينتي، اسكن في مفيده، اسكن في هايد بارك، اسكن في السعدة، اسكن في اي كومباوند. انت ليه مش عايز تسكن في كومباوند؟ يعني مبالغ تافهه، 10 مليون 9 مليون. يا جدعان خفوا بقى، خفوا نتنا بقى. يا جدعان اقسم بالله ما لاقيين ناكل، والله العظيم بنبقى بنفطر فول حاف، يعني اللي بيفطر مرتين لحمه بنعتبره تاجر اثار. وانتوا مش عارف انت ازاي مش ساكن في زيت بارك مش عارف بمقدم 10 مليون جنيه. ما انا اكيد مش مثلا مش مخصم مع صاحب زيت بارك، يعني انا اكيد مثلا مش ماسك نجيب ساويرس اللي هو صاحب زيت بارك ضاربه مثلا، فمش عايز اروح اقعد عنده. اكيد انا مش معايا، يعني اكيد انا مش معايا 10 مليون، 10 مليون جنيه عشان اقعد في زيت بارك ليه؟ يعني وانا اقعد في الفردوس لا على 10 مليون جنيه؟ يعني ده اللي قاعدين في زيت بارك دول قاعدين فين يعني؟ والاعلان بيقول مش عارف احسن حته في الارض. ليه احسن حته في الارض؟ يعني هتنقلوا الكعبه في زيت بارك؟ يعني مش في ايه الكومباوندات دي كلها؟ ومش ايه ده؟ انتوا بتخاطبوا مين يا اخوانا؟ بتخاطبونا احنا؟ بتخاطبوا الفئه ليه احنا؟ ده السكر بنجيبه قسط. انا كل ما بتفرج على الاعلانات بتاع رمضان ده بحس ان انا معاق، والله بحس ان انا معاق وانا في عيب خلقي، لان الاعلانات كلها بتتكلم عن ناس مرتبطه. والله اعلانات الكومباوندات عن ناس مرتبطه، اعلانات الشاي عن ناس مرتبطه، اعلانات كل حاجه عن ناس مرتبطه، اعلانات التبرعات عن ناس مرتبطه. يعني انا ما بقتش عارف ده اعلان ايه. يعني حط اي اغنيه على اي اعلان مش هتعرف المنتج. يعني ايه علاقه الكومباوند بان يجيبوا اتنين مرتبطين؟ مش فاهم. يعني كومباوند هيد بارك هايد بارك ده مش عارف ولا نوها بارك ده بيتكلم ان واحد كان بيحب واحده فتقدم لها اترفض، راح اشترى شقه في الكومباوند ابوها وافق عليه. يعني انت لما تروح تتقدم لواحده مش هيوافقوا عليك، هيعملوا عنك تحريات ويعرفوا اذا كنت ساكن في هايد بارك هيدوك. لو مش ساكن في هايد بارك تبقى انت فقير ولا تستحق هذا الشرف انك تناسبهم. فانا مش عارف يعني وليه تجيبوا اتنين مرتبطين في اعلان كومباوند؟ المفروض اعلان كومباوند تجيبوا صنايعي محاره، صنايعي انجاشه، صنايعي كهرباء، يقول مثلا يوجد لدينا تشطيب سوبر لوكس. فيعني مش فاهم. كلكم واعلان الكومباوند بتاع جورجينا كوم تاني. انا مش عارف جورجينا بتقول ايه، يعني انا مش عارف ده اعلان كومباوند ولا ده اعلان دواء تسلخات ولا مضاد حياه. طالعه تقول كلام اجنبي. طب ده انا لمين؟ ده انا مش يعني ده ما انا مش فاهم. يعني انتوا طب هنسكن في كومباوند في لندن يعني؟ ولا انت طالع تتكلم برتغالي ليه؟ يعني انا شرف ليا ان انا ناسب جورجينا، نفسي ابقى جيران كيري، بس بقى فين المكان ده؟ ولا المتر بكام في اعلان جورجينا ده؟ انا مش فاهم حاجه. ومطلعين احمد عز ودينا الشربيني وياسمين صبري يقولوا لي انا مخصوص اسكن في معانا. انتوا مدينا اكبر من حجم ليه يا اخوانا؟ يعني انا نفسي اسكن معاكم بس نو ماني. لا املك المال، انا ما املكش المال اللي قاعدني جنبكم ب 400 كيلو يا اخوانا، مش في نفس المكان.